طب معلش ده التليفون الاخير لو سمحت. استاذ احمد من الجيزه، اهلا يا استاذ احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عشان ما اعطلكوش تحياتي للجميع. اتفضل. انا ليا رساله لكل واحد من حضراتكم. الرساله الاولانيه للاستاذ اشرف، بقول له ربنا يوفقكم انتوا اخواتكم في حزب الحريه والعداله، وانا ادعي ان الشعب المصري كله وراكم ومنتظرين منكم شغل كتير قوي. بالنسبه للاستاذ محمد حامد، انا بس يعني انا هديله كذا نقطه، لو حب يرد عليهم يرد، ما حبش يعني هي دي حاجه. اتفضل. الحاجه الاولانيه، انا بس نفسي اسمع تقييمه للحوارات بتاعه الاستاذ نجيب ساويرس اللي طلب فيها صراحه وبمنتهى الوضوح تدخل امريكا والغرب مباشره لوقف. وهتسمح لي انا اتحفظ على ده لان ده مش موضوعنا خالص، بغض النظر عن ان هو له حق الرد، بس ده مش موضوعنا خالص. لا ما انا عارف انا جاي لحضرتك في الكلام. اتفضل. الحاجه الثانيه، هو ايه تفسيره للايه اللي بتقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ الحاجه الثالثه، المثال اللي هو ضربه اللي هو قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، في قصه النخل والبلحه والكلام ده. الكلام ده كله جميل وعلى عيننا وراسنا، بس الاستاذ محمد المفروض ان هو دارس علم شرعي وفاهم ان في احكام في الشريعه الاسلاميه لا يصلح ولا يصح فيها النقاش ولا الخلاف. وبعدين هو مين انهي دين سماوي وانهي كتاب سماوي اللي ما بيحرمش الحاجات اللي بتحرمها الشريعه الاسلاميه؟ هو الاستاذ محمد بيقول احنا ما نفرضهاش على غيرنا. لا هو قال الحاجات القطعيه لا نقاش فيها. معلش أيوة عشان يا فندم، بعد اذن حضرتك اديني فرصه اكمل كلامي. انت حضرتك عايش في دوله مسلمه، شاء من شاء وابى من ابى، عليهم ان يحترموا قواعد وتعاليم الشريعه الاسلاميه التي تحكم هذه الدوله. لكن لو انا اتكلمت مع الاستاذ محمد بالمنطق اللي هو بيتكلم بيه، اللي هو سيبوا كل واحد في حاله، ما تفرضوش الشريعه بتاعتكم على غيركم. طب ما اما يطلع لي بكره مثليين يقولوا لي احنا عايزين حقوق المثليين، لما يطلعوا لي بكره بهائيين يقول احنا عايزين نبني معبد بهائيين، اعمل لهم ايه دول يا استاذ محمد؟ اتصرف معاهم ازاي؟ يعني طيب. اللي انا عايز اوصله لحضرتك في الاخر انه احنا ديننا اللي حضرتك يعني ما شاء الله واضح ان انت عندك علم كثير منه. في القرآن آية بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، مش خيرت، أمرت وأنا أول المسلمين. فمن فضلك يا أستاذ محمد يعني يا ريت توضح لنا النقط دي أو تعلق عليها بإذن الله. جزاك الله خيرا. شكرا يا أستاذ أحمد. التليفون الأخير أستاذة ياسمين من اسكندرية. أهلا يا أستاذة ياسمين.